بيكي عشان تقولك منين وما معيش. نبهيها، خليكي انت نبهيها، قولي لها ركعتين وفضفضي بكل اللي عندك. انا بني ادمه زيك، ركعتين لربنا فضفضي فيهم بكل حاجه. انما عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم معاكم شويه عن الناس اللي دايما بتشتكي، الناس اللي ما بتعرفش كلمه الحمد لله. والله العظيم ربنا يعني يبعدنا عنهم ويبعدهم عننا. ليه الناس دايما كلمه الحمد لله دي بطلوا يقولوها؟ والله دايما اسمع كده، انا عندي وعندي وعندي وعندي. يعني انا من واحد الناس ربنا يسامحني، انا الناس اللي شكايه او اللي بدات اللي بحس معاها ان هي بتشتكي كتير دي، انا بدات ما اردش على تليفوناتها، بدات ما اسمعلهاش اي حاجه تيجي تشقي الحمد لله، ربنا يعينك، الحمد لله. اللي بحاول على بكل الطرق ان انا اقفل معاها حوار، لان الحمد لله دي بتفتح لك بيبان تانية انت مش عارفاها. الحمد لله على كل حال واي حال. لما واحده تيجي تكلمك تقول لك انا جوزي ساب شغله، انا مش عارفه اذاكر لعيالي، ابني خايب ما اعرفش في ماده ايه، بنتي مش عارفه عملت ايه، اللي هي مصايب بتصدر لك وتوريكي مصايبها. بس اي حاجه كويسه بتداريها، تلاقيها بتداريها وبتخبيها وما بترضاش تقولها خوفا منك انك تحسديها مثلا، لكن دايما تصدر لك السلب اللي في حياتها، فدي تبعدي بعيد عنها نهائي. اي صاحبه بالمنظر ده الواحد يبعد بعيد عنها، ياخد في نفسه حسنات. والله اللي هو انا في حد معين ممكن يكلمني بالساعات، لكن والله تاني انا بعد المكالمه بقول ربنا يبارك لها في بيتها واولادها وعيالها وكل ربنا يبارك لها في حياتها كلها. عارفين ليه؟ لان دي طول ما هي بتكلمني بتفكرني بديني، بتفكرني بحاجات في بيتي، اعملي كذا اعملي كذا، اعملي مع بنتك كذا، يعني خلي بالك من بنتك، ذاكري لها، استثمريهم، دول ظهرك، دول سندك، دول مش عارفه ايه، خلي بالك منهم، ما لهمش غيرنا، عيالنا. وفي حد تاني يقول لك لا ما ذاكر لهمش، هما بيروحوا الدروس، جوزي ساب شغله، مش لاقيه، ما فيش، البيت فاضي، البيت مفروش، وهي يبقى خير الدنيا كله في بيتها. الناس اللي ما بتحمدش ربنا دي الواحد يبعد بعيد عنها، والله يبعد بعيد عنها باميال. اللي هو لو في بينك وبينها يعني في ايه، سيبيه وارحلي وسيبيه. لان الناس دي مش عارفه، يعني هم بيحبوا يصدروا الطاقه السلبيه اللي قدامهم، ولا هم بيحبوا يعني يبعدوا العين عنهم، ولا بيحبوا يعملوا ايه؟ المهم ان الناس دي انا ربنا يسامحني بدات ابعد بعيد عن الناس دي، بقيت مش عايزه اتعامل مع الناس دي خالص. ليه بقى؟ اعصابي بدات تتعب من كتر ما مثلا واحده تقول لي جوزي ساب الشغل وانا مش لاقيه اكل وانا مش لاقيه اشرب، ما عنديش رغيف عيش في البيت. والله وربنا يشهد، تبقى راكبه عربيه احدث موديل، ساكنه في شقه تمليك بمبلغ، بتلبس هي واولادها احسن لبس، وترجع تشتكي الشكوى دي، يبقى كده في حياتها حاجه غلط، يا اما هي نفسها غلط، ما تفهمش. ودول بقيت كتير قوي، الناس اللي كده بقيت كتير قوي بصراحه. انا الناس اللي بقيت الاقيها كده بدات ابعد بعيد عنها، اللي هو في تليفونات ما بردش، لو اتصادفنا مثلا واتقابلنا وهتحكي بحاول اقفل على الكلام، لان هتبدا تقول ما فيش ومنين وما معيش. واللي هو الواحد لو في ايده نعمه بيفضل، يعني الواحد لما بربنا اتعودنا على كده، اتعودنا ان ربنا لما بيدينا نعمه بنقول الحمد لله، واما بنعمه ربك فحدث، بنقعد نشكر ربنا على النعمه دي. انما نفضل طول الوقت ما فيش وتصدر لك طاقه سلبيه وتخليكي حتى في حاله قلق وتوتر كده ومش طايقه، الناس دي نبعد بعيد عنها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حاولي على قد ما تقدري تختصري مع نفسك. والله الاختصار عباده، فعلا الاختصار عباده، لان اللي ما يعينكيش على دينك ودنيتك يبقى ده بيضحك عليكي، ما تصاحبيهوش، لا تصاحبيه ولا تصدقيه ولا يبقى بالنسبه لك حاجه خالص. يعني اللي مثلا تتصل بيكي تفكرك بحاجه في دينك، في دنيتك، في طاعه في بيتك، في ولادك، هي دي بس اللي تصاحبيها. انما اللي تتصل بيكي عشان تقولك منين وما معيش، نبهيها، خليكي انت نبهيها، قولي لها ركعتين وفضفضي بكل اللي عندك. انا بني ادمه زيك، ركعتين لربنا فضفضي فيهم بكل حاجه. انما تشتكي لي انا لا حول لي ولا قوه، انا بني ادمه زيك. ولما بيحصل عندي اي حاجه بيبقوا ركعتين وفي السجده
قولي لربنا واشتكي له كل حاجه. بس كده، سلام.